دلوقتي هنعرفك إزاي ترفع كل منتج لوحده وإزاي ترفع منتجات كتيرة مرة واحدة على كنز خطوة بخطوة. أولاً، لو كل منتج لوحده، أي خانة عليها ستار معلومة أساسية لازم تتملي، وخد بالك إن الصورة الرئيسية للمنتج لازم تبقى لينك. لو مفيش ضمان حط 0. في تفاصيل المنتج بقى لازم تاخد بالك إنك تمشي بترتيب المعلومات دي: الماركة وبعدين رقم الموديل، ولو مفيش تخش على طول على نوع المنتج. بعد كده نكتب بقية التفاصيل. بعدين هتزود وصف المنتج اللي هو كام سطر قصيرين بيوضحوا المنتج ببساطة. وخد بالك إن الأبعاد الفعلية هي حجم المنتج نفسه وهو مش العلبة، وأبعاد شحنة المنتج دي مقاسات العلبة. لازم تكتب المقاسات بالسنتيمتر والوزن بالجرام. وآخر حاجة هي كود التاجر SKU، وده الكود الخاص بيك للمنتج على سيستم كنز، وما ينفعش تغيره بعد ما تكريته. بعد ما تخلص كل البيانات دوس على حفظ. المنتج هيظهر عندك في منتجات تحت المراجعة. لو اتقبل هيظهر في قائمة منتجاتك، وتقدر تحط السعر والمخزون. لو اترفض هتلاقيه في قائمة اترفض، وهتشوف سبب الرفض وتعدله وترفعه من جديد. وبكده تكون رفعت منتجك وبدأت شغلك مع كنز من على بوصلة. لو عندك أكتر من منتج هتقدر تستخدم الشيت وتملى نفس البيانات مرة واحدة وترفعهم كلهم. لما تختار أكتر من منتج مرة واحدة هتروح على إدارة المنتجات وتدوس على إضافة منتج جديد، وبعدين تختار إنشاء منتجات بالجملة وتدوس على فايل الإنشاء وننزله. معلومة مهمة قوي، هتلاقي الملف ده عشان تعرف منه تفاصيل الفئات اللي على كنز وتشوف كل تفاصيلها وتعرف تختار منتجاتك تبع ايه. هنفتح الشيت وتبدأ تملى نفس البيانات اللي اتكلمنا عليها فوق، وخد بالك ان اللي بالأحمر دي معلومات أساسية ولازم تتملي. البيرنت SKU بنسيبه زي ما هو، والسيلر SKU لازم يكون مختلف لكل لون أو مقاس. لو الصورة أقل من 500 بيكسل هتترفض، وبعدين تكمل باقي البيانات بنفس الطريقة اللي شرحناها قبل كده. بعد ما تخلص ارفع الشيت اللي مليته ودوس حفظ. لو كل حاجة تمام هيظهر لك ان الرفع خلاص تمام، وهتعرف تلاقي المنتجات في منتجات تحت المراجعة. لو في حاجة اترفضت هتظهر لك في منتجات مرفوضة، وبكده تبقى رفعت منتجاتك وبدأت شغلك مع كنز من على بوصلة. كده كل حاجة هتحتاجها عشان تبدأ تكريت هتلاقيها هنا على بوصلة، زي فئات المنتجات بكل تفاصيلها عشان تعرف منتجاتك تبع أنهي فئة، طرق رفع المنتجات وشرح كل طريقة بالتفصيل. وعلى قناة اليوتيوب هتلاقي فيديوهات شرح لكل طريقة خطوة بخطوة.